اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهارده معانا عطل في الغسالة النص اوتوماتيك. صاحبها بيشكي بيقول ان القلب لما بتيجي تقلب في الغسيل بتبقى ضعيفة قوتها شوية. هنشوف مع بعضينا رغم ان السير سليم ازاي هتشد السير في الغسالة النص اوتوماتيك. هنقلب الغسالة. طبعا احنا فكين الظهر. هنقلب الغسالة بالشكل ده. في عندي هنا الموتور راكب على 3 مسامير، ادي واحد هنا اهو، وفي مسمار ورا هنا الناحية دي ومسمار هنا. هنبدأ مع بعضنا ننيم الغسالة خالص. هننزل هنا كده، ادي مسمار اهو، في مسمار عندي اهو، وفي عندي مسمار اهو، وفي مسمار في الرجل اهو جوه. يا رب تكون الدنيا واضحه. تمام. هتبدا من جوه، هتمسك الموتور. طبعا انا عندي التحكم في الموتور ان انا نجيبه الناحيه دي كده اهو، نسحب كده اهو كده. انا سحبت الموتور هنا للاخر اهو، وتبدا تربط عليه. لو انا عاوز ارخي السير هنلز الموتور الناحيه التانيه كده اهو. تعالى بص من فوق هنا معايا الموتور. يعني هنفترض ان احنا هنشيل السير خالص اهو كده. انا الموتور حر معايا. الموتور انا كده هقدر اتحكم في الموتور زي ما انا عايز. اجيب الموتور كده شويه اهو، او نسحب الموتور لفوق الناحيه دي اهو، او نجيبه الناحيه دي. طبعا لو عايز تشد السير هتسحب كده بحيث ان هو يبعد بعيد عن الطنبوره خالص نهائيا. ونبدا من بره هنا. بعد ما نسحب، احنا سحبنا السير اهو، الموتور اسف. انا لو حبيت ارخي السير هنلز كده اهو كده. الموتور جرب ناحيه الطنبوره وهنبدا نربط. انما انا عايز اشد السير لان العميل بيشكي من ان الدوران ضعيف جدا. تمام. هنبدا مع بعضنا واحده واحده. هنسحب الموتور كده للاخر ونبدا نربط على المسامير اللي هي ماسكه معايا الموتور بالشكل ده. طبعا لو انت سحبت، معلومة برضو عشان تبقى عارف جهازك شغال ازاي، لو انت سحبت السير على الاخر كده هوا وفاضلة برضو القلب ضعيف شوية، هتبدأ تغير السير بمقاس اقل منه درجة، بمقاس اقل منه. لو لقيت برضو لسه السير مرخي وضعيف معاك. بعد ما ربطنا اهو كده بالشكل ده، هنرجع نركب السير معانا تاني اهو. طبعا هيركب هنا في الطنبوره الاول بتاعه الموتور، وبعد كده هنركب مع بعضينا على الطنبوره بتاعه الدرابوكس بالشكل ده اهو. طبعا هنركب الاول هنا في الطنبوره بتاعه الموتور، وبعد كده هنركب على الطنبوره بتاعه الدرابوكس بالشكل ده اهو. وهنبدا نلف اهو لغايه ما نسمع صوت خبطه معايا. اسمع كده ركب معايا السير. طبعا السير اهو بيجي شديد اهو كده. اقل حاجه هتبدا تقلب واشتغل معايا زي الفل. هنعدل الغسالة ونبدأ نوصل الغسالة بالتيار 220 ونبدأ نشغل. طبعا كده حتى الدوران بتاعها هيبقى قوي اهو.
طبعا زي ما انت شايف بقت القوة شديدة جدا، وكده انا حليت ضعف دوران الغسالة معايا. طبعا زي ما قلت لك لو انت شديت السير بالطريقة اللي انا وريتها ليك ولقيت لسه السير ضعيف شوية، كل اللي انت عليك تعمله انك انت تغير السير، تجيب مقاس اصغر منه. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو كان عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة انزل حالا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.